نرحبوا بضيفكم ياسين العياري اللي يحكينا، وقلنا راه باش يكون ضيفكم سواء على اللونتين لهنا والا كيف كيف من خلال باج فيسبوك. ياسين منورنا خويا. اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. انت نايب في عطله ولكن تعمل في المشاكل يا صاحبي، وليت خايف عليك في قضيه معينه توجهها فيما بعد. نعم، في المشاكل لا نخدم في خدمتي. هذا تهمينك به. التيار الديمقراطي مثلا سيرفع قضيه بيك حسب التصريحات الرسميه للتيار الديمقراطي، ويقول تواصل في المسلسلات، يظهر لي هكا، ويقول انك ما نحبش نقول الكلام الاخر. لا قول مثال، اذا قالوه قياديين قالوا صفه رسميه قولوا مثال. حلوا عليك الكتاب يلقوك جذورك داعشيه. ايوه. ها ريت الفرق حاتم. انا كي نسمعني نحكي على البيئه، نحكي على الساشيات، نحكي على المشاريع، هما شنو يحكيوا علي انا. المشكله الطفوليه نتاع التيار خلاتهم يحولوا كل خلاف الى عداوه. كنت نتمنى انهم يقولوا احنا ضد ساشيات البلاستيك، احنا ضد التلوث، سنقوم بما يلزم لاجل ذلك، والاسئله يطرحها النائب ياسين عياري مشروعه ونحييه على الخدمه نتاعو هذه. هذا كان يكون بيان نتاع حزب سياسي. لكن لما يكون مجموعه من المراهقين، هاك شفت النتيجه. قالوا علينا نعمل في المسلسلات والافلام. تعرف نعمل في المسلسلات والافلام؟ غادي الشواشي قال لنا تسويه تاريخيه مع مروان مبروك واسترجعنا اسهم اورانج 177 مليار. طلعت الحكايه ما ثماش. انه ياخذ لو ترافاي كورون تاع الوزاره، تخدم في الوزاره كل يوم الاداري العادي ويسوق فيه انجازات هاي الافلام والمسلسلات. ولما حزب كما ممثل في البرلمان بالحجم هذاك ما يعرفش معناها رسميا ما فماش التسويه. طلعت انت رسميا؟ ما فماش مراسله رسميه مع مروان مبروك، ما فماش تسويه يتحدث عليها نوع من انواع التسويه، وحتى كلمه كتبت وحتى عقد وحتى اتفاق وحتى شيء. مجرد كلام فارغ. نهار قبل ما تطيح حكومه الفخفاخ حب يخرج بانجاز وهمي، لكن احنا في عصر اللي كل شيء مكتوب وما يتخبى حتى شيء. وخرجت الوثيقه ما ثم حتى اتفاق، ما قلقوش مروان مبروك ربع سنتي. كلام فارغ. يجيب في العمل اليومي، في العمل اليومي يلزموا يكمل العمل. بالله سامحني، مش يلزموا يكمل. تخيل لو كان وزاره الصحه كل عمليه نتاع مشروع زايد تقول لك هذه انجاز، وتخرجوك على الباج فيسبوك والناس تصفق. هذا ما يفعل فيه غادي سواشي. هذه هي الافلام والمسلسلات. لما حزب كما هذاك كما قلنا ما يفهمش ايش معناها المعطيات المفتوحه، ما يفهمش معناها ايش نلقاو بالانترنت، شنو هو النجم واللوج، وشنو ما يفرقش بين مغرب كونفيدونسيال كجريده مختصه عالميه مصدر معلومات حتى لحكومات، وبين اي كلام يجي على الفيسبوك. نجم نلقاو كلام فارغ على الفيسبوك من نوع محمد عبو يحارب في الفساد، نلقاو كلام عليه تقول كلام فارغ. محمد عبو وحزبه ايضا، الحزب كامل التيار شعارهم محاربة الفساد. حتى كانوا في المعارضة الناس تحارب في الفساد، كانوا يحطوا في الحبس طول كي ولاو يحكموا، ولا اسمها تجاوزات، إخلالات، اجتهادات، ما عادش اسمها فساد. شكر ليه باب الفساد هذاك، ما عادش ثم فساد في تونس. فهذا الكلام فارغ تلقى على الانترنت. لكن لما تلقى كلام في مجلة مختصة عالمية، داير انا مستغرب يا اخي. مش قلت له المصدر نتاعي مغرب كونفيدونسيال؟ شفتي قلت المصدر نتاعي ونشرته، لكن اتهمت مباشرة. قلت رجل يمول في رجل أعمال، يمول في رجل أعمال نصر عليه شقرو. يا أخي أنا حتى راني لا أتعامل برجل أعمال وأطراف وأيادي وأصابع، أسمي الأمور بمسمياتها وأتحمل مسؤوليتي الجزائية، وأنت تعلم كما يعلم وبطبيعة الحال الكلام على مسؤوليتك. وسي ناصر علي شقروني إذا كان يحب يتدخل للتوضيح عنده حق الرد مكفول به. والناس الكل تعرف أن النائب الذي لا يستعمل الحصانة أبدا. صحيح. وانت عندك قضية والحصانة قلت كل القضايا اللاحقة والقادمة والمقبلة الحصانة المجرمة. أنا نواجه كل كلمة نقولها وأتحمل مسؤوليتي في ذلك. اللي قلته في خصوص محمد عبو اختير، لأن لا سامحني، اللي قلت الكل رجل الأعمال مول الحملة الانتخابية الرئاسية وحدد بالضبط، أعطاه فلوس مولها الحملة كاملة ولا جزء منها، وباش يرجعوا له لاسانسور، باش يرجعوا له الكادو. قلت أنه هذه الصفقة صفقة تغيير التعليب نتاع السيمان في الشكاير العادية إلى شكاير بلاستيك، هي ترجيع كادو للسيد هذا. هذا الكلام غير دقيق. كيفاش الدقيق؟ اعطيني الدقيق. الساعة بين التيار يرجعوه يقولوا بعظمة لسانهم انه سي شقرون اعطاهم المقر وعنده عام ما خدش عليهم فلوس، يعني انه مول حملة، هذا واقع واعترفوا به. انه يعطيك المقر
أي. حتى على وجه الفضل اي مانيش ما ولد حمل. نعم يا اخي المقر ما عندوش اون فالور، أه؟ ما عندوش قيمه، ماهيش فلوس. لو ما كنت صاحبك انا كنت ادفعها فلوس ما كنتش معناها كي نعطيك 5 ملايين في الشهر تشري تاخذ بهم مقر ونعطيك مقر بلاش. نوع من انواع التمويل، وهنا خلينا نكونوا دقيقين في الترم. قانونيا يسمى تمويل. باهي هذا سي نصر علي شقرون هذا عنده معمل تاع بلاستيك؟ نعم. هل هو اخر واحد دخل في صناعه البلاستيك في تونس؟ نعم. هل هو سي نصر علي شقرون الشريك مع وزير الصناعه اللي صحح في القرار؟ نعم. وهذا الكل شريك وزير الصناعه الحالي اللي صحح في القرار. وكل كلمه قلتها كلهم نشرت لها وثيقه مصدرها مؤسسات الدوله التونسيه. من وين خديت الشراكه اللي بينه وبين وزير الصناعه الحالي؟ من سجل الوطني للمؤسسات. عندهم تروازات سيكار فيها سيد وزير الصناعه ومرته شركاء في تروازات سيكار اللي هي نتاع سي نصر علي شقرون. كل هذا كل كلمه قلتها نشرتها. انا استغرب طيار مثلا يحب يهدي القواعد نتاعو ويقول لهم اسمع هو تشكيو بيه في مشكلش بمغرب كونفيدونسيال اللي خرجت اللي هو مول الحمله ويشكيو بيه علاش يا اخي همت قالوا ايه اعطانا مقر. شنو الغلط اللي قلته؟ كل كلمه قلتها كانت دقيقه وما نجم نردوا على حتى كلمه قلتها. فماذا عملوا؟ عملوا الطفوليات والصبيانيات والتفريق سامحوني في الكلمه نتاع يعمل في المسلسلات يعمل في الافلام في المسلسلات والافلام اختصاصهم. هنا لو وجدنا على جوجل لقينا عليه كذا ما يفرقوش بين الخبر والانطباع ولا التحليل، ما يفرقوش بين المصدر الموثوق المعتد به عالميا وبين المصادر الغير موثوقه. عندهم لجنه يقظه يا اخي طارق الكحلاوي ما قال لهمش الفرق بين هذه وبين هذه. معناها مشكل اذا كان حزب الحجم هذا ومشارك في الحكومه وما يفرقش بين مصداقيه المواقع في الانترنت، وعنده مشكله في انه نايب يمشي يلوج على السجل الوطني للمؤسسات ويعتبر هذا نقران كما يقولوا وكضمار المصدر ضمار المذنبين. هيك شفتني ترفعت على الاجابه عليهم. ايوه وازعجني سؤالك اتصلت بيك وازعجني سؤالك قلت لي راني ما نحبش نجاوب على هذايا لكن هذايا موجود فما بيان رسمي خرج نعرف فما تصريحات رسميه يا سيدي العياري ما نجمش نمر عليهم انا نخدم خدمتي. نعرف انا جاوبتك حتى باش ما نظهرش كاني نهرب من السؤال لكن انا كان شفتني كنت نجم نجاوب عليهم هم او غيرهم، لكن انا اخير ان اركز فيما ينفع الناس. نركز في حركه البلاستيك. كان لاحظت الطيار بالله قالوش كلمه على البلاستيك. ال 150 مليون شيء اللي يهدوا في الطبيعه وفي في مانا وفي ارضنا في ولاد حتى كلمه ياسين عياري ياسين عياري ياسين الذي به قولوا ما تريدون في ياسين عياري. اخي مش برنامجكم تحكيوا على النظافه والايكولوجيا هاو مشكله. قلتوش فيها كلمه قلتوش احنا ضد حتى كذب يا سيدي حتى افلام عملنا فيلم كما عملتوا الفيلم تاع مروان مبروك قلنا احنا ضد البلاستيك سيدي. لا خرج هشام العجبوني رئيس الكتله يبرر في استعمال البلاستيك اللي هو كارثه بيئيه بكل المقاييس. لكن تبريره كان فيه استنادات يقول لك هذا مش باش يلوث هذا قابل للرسك. لا يقول لك هذا مش يلوث. كلام فارغ يقولوا برا هبط للشط وباش يربح شكون؟ البلاد برشا فلوس. كلام فارغ نقول لك علاش. يقولوا برا هبط للشط برا من الغطسه تلقى قداش تم بلاستيك قابل للرسك لا ملوح يعوم معك. اثنين نجي نحكي على السيمان. عندنا 7 معامل سيمان في تونس زوز فيهم تبعين الدوله و5 خواص. الزوز الوحيدين اللي عندهم مشكله نتاع فلوس هم تاع الدوله. يعني المشكل لو في السيمان لو في بيعان السيمان لو في مرسي السيمان لو في سوم ساشيات السيمان خاطر حتى المعامل الخاصه تاخذ في سكير السيمان كرافت تبيع فيهم ورابحه. المشكله في سوء التسيير. دونك مشكلتك عمرها ما كانت سوم ساك السيمان كان سوء التسيير في المؤسسات هذه. وهذه كلمه حق اريد بها باطل. هذه كلام فارغ كما معز الجودي كان يخرج لنا قبل يقول لنا كان صح على قول المصالحه عندكم زوز نقاط نمو. هي انا صح انا علي وين زوز نقاط نمو؟ كلام فارغ وسفسطه اقتصاديه فارغه مردود على اصحابها. دونك انا ماذا بين نتجاوز الموضوع هذا نمشي معك الموضوع اخر موضوع البلاستيك. سكر لي موضوع البلاستيك يلزم في كلمتين احنا قدمنا قضيه في المحكمه الاداريه اعتراض على القرار هذا نحبوا نوقفوا المهزله هذه. شكونكم انتم حركه امل وعمل؟ بالضبط امل وعمل اللي وهذا نراه انه ينفع الناس اكثر من رد على فلان ورد على فلتان. نعرف الناس نفهم المواطن التونسي بعقله ونجم يفرز الغث من السمين. لكن هذه كارثه وهذه دعوه عبر لونتان اي خبير بيئي اي محامي اي شخص اي جمعيه اي اعلامي اي انسان اي حزب من كل مكان لازمنا نوقفوا هالكارثه اللي جات الحكومه في الوقت الضايع دقيقه 90 وهي خارجه وتحل علينا باب بلا كيما هذايا بس يبون لنا 150 ساك بلاستيك في دون لا ناتور. في معناها العالم كل ماشي تخلص من البلاستيك. الدوله التونسيه ماشي تخلص في البلاستيك تخلص من البلاستيك واحنا نحلوه 45 قبل تمشي الحكومه. ونحب نذكر انه قرار اعاده البلاستيك اخذ ضد راي وزاره البيئه راه مشاوروه
كتابيا، وجاوبتهم كتابيا وقالت لهم لا. وزاره البيئه قالت لا. اي قالت لا. ورغم ذلك في دقيقه 90 هما خارجين. وزير الصناعه نتاع الكمامات اللي قال عليه محمد عبو اجتهادات، واليوم ما قال لي حتى كلمه على الشراكه نتاعو ولا على شبهات الدور حوله في الموضوع هذايا، ومركزين معايا يحلوا يصحح له في قرار يسمح له انه يستعمل السكان البلاستيك. كارثه بيئيه. به انا نمشي معك، الموضوع خوفني شوي صراحة، خوفني على الواقع متاع أولادنا ومتاع استقلاليتنا ومتاع نوابنا بشكل عام، بقطع النظر على ما يحدث وتقييمنا لعملهم. فما قضية مرفوعة، والقضية ظهرت جدية بيك في فرنسا. ووزارة الخارجية ووزير الخارجية اتصل، وزير الخارجية بالنيابة الآن اتصلت بيك وقالت لك راهو خذينا الموضوع بكل جدية وقاعدين طرف في هذه العملية. شنو الحكاية بالضبط ومدى خطورة هذه القضية المرفوعة بالنائب ياسين العياري كنائب مرفوعة بيك، لأن اللي نشرته وانت في نطاق سؤال بالضبط اللي يسمح لك به القانون الدستوري التونسي. سيريس العملية. عندنا باتريك بالكاني، رجل سياسة فرنساوي من الصف الأول، كان ديبيوتي 15 عام ورئيس محافظة 6 سنين وكان رئيس بلدية لافالوبيري. عنده أخوه سي جوليان بالكاني. سي جوليان بالكاني عنده شركة متاع بترول. شركة بتاع البترول هذه حبت تدخل على المارشي التونسي. الأمر خوفني. قمت بدوري، بعثت الوزير الصناعة التونسي، قلت له باش تاخذ الحق هذا والحق هذا والحق هذا من عند OMV. شركة هذه جديدة ما عندهاش راس مال كبير، مسجلة في النرويج، خو شخص متهم بتبييض الأموال وأدين في فرنسا بتبييض الأموال. ثبت لي، ابعث لي البنك المركزي التونسي، شوف لي الهيئات الرقابيه باش غدوه كان تاخذ حقول في تونس وما تلزمش روحها ما يضيعش حق الشعب التونسي. جاوبني وزير الصناعه بكل حرفيه، قال لي بعثنا لفلان وبعثنا لفلان وثبتنا من فلان وخذينا الالتزام هذايا والالتزام هذايا والورقه هذه. كان عمل رقابي جدي بعمق بتعامل بين مؤسسات، بين نائب شعب ووزاره. سي بالكاني ما عجبوش الموضوع. ايش معناه تبتوا ورايا؟ ايش معناها تبعثوا البنك سنترال نتاعكم؟ ايش معناها تحكي في الموضوع؟ اخي ما نجموش ندخلوا لتونس نهزوا نحبوا كالعاده ونتعداو. ايش معناها نائب شعب يجي يقلق ويثبت ويتبع ويقول ابعث لي هذه وهذه مش هكا، ويزيد يبعث في تعقيب على السؤال ويقول ثبت لي في هذه؟ لا، هذا غير مسموح. المسموح هو التهريج. احكي على البترول كيف الناس يا اخي، سي وعيد في التلافز، اما تخدم العمل المنهج الدقيق نتاعك هذا غير مسموح. وكان القرار هانا باش المرمدوك. كيفاش يمرمدوني سيدي؟ يمشي لفرنسا يرفع بيا قضيه. شنو هي القضيه؟ ثلب في الثلب. معناها نائب تونسي يبعث سؤال كتابي لوزيرو على شركه تحب تدخل المارشي التونسي، يلقى روحه متهم بفرنسا. وش بيه ما رفعهاش في تونس؟ يخسر. فهذا مش معقول، فما نيه مبيته لهنا. معناها كان نائب تونسي يخدم خدمته في نطاق الدستور التونسي نرفع به قضيه غاديكا في فرنسا. مازال يسخايب تونس تابعه لوترومير، مازال يستعمل يسخايبنا مستعمره لهنا، ينجم يعمل اللي يحب. الهدف شنو؟ عندي زوج خيارات، يا اما نمشي لفرنسا ونخوض الحركه القضائيه نربح راي، نجم حتى نطالبوا بتعويضات، ونطلب حتى الاورو الرمزي ونحطه في كواتر ونبعثه للبرلمان التونسي، مش هذه المشكله. لكن هذا مكلف جدا جدا، يتجاوز امكانيات شهريه نائب تونسي. والا انتفض، قول ما عنديش امكانيات باش نحاربهم في فرنسا، نتحكم غياب. لكن الدوله التونسيه لازم لا الدوله التونسيه ما تحركتش. نكون واضح على كلمتك سيده وزيره الخارجيه بالنيابه. لكن توا المحامي اللي مشى للباركي ومشى باش يشوف القضيه غاديكا ما خلصوش الدوله التونسيه، خلصوه قدماء معهد بورقيبه النموذجي، صحابي اللي قرا معايا في الليسي اللي عايشين البر. ما خلصوش الدوله التونسيه ما كلفتوش ما خلصت عليه تليفون. معناها الدوله التونسيه كلمتك فقط رفعا للحرج برا، ما فماش. رئيس الجمهوريه ما كلمتنيش وماشي هنا وغير معنيه. وزاره العدل تليفون والسلام عليكم، انتهى الموضوع. كلمتك وزاره العدل. رئيس البرلمان عمل معايا جلسه قال لي نتضامن معك، شكر الله وسعيك، بارك الله على بارك الله فيك على التضامن. لكن المحامي اليوم المشى يدافع على النائب التونسي وعلى كرامه الدوله كامله، خاطر الامر يتجاوز شخصي، يحكي على البرلمان التونسي وعلى الدوله التونسيه، ما عنده حتى علاقه بالدوله التونسيه ولا بالدبلوماسيه التونسيه ولا بوزاره العدل ولا برئاسه الجمهوريه ولا بالبرلمان، بامكانياتي الشخصيه. شكون الخاصه من الاحزاب السياسيه اللي ضامنت معك؟ ثم زوج احزاب خرجوا بيانات اللي هما مشروع تونس ولو بي ار المرايحي، ثم زوج كتل برلمانيه اللي هي كتله الاصلاح الوطني والكتله الوطنيه، هذوما خرجوا بيانات رسميه. انا اكد لك اللي ثم الناس اللي كانوا في حكومه الفخفاخ واللي كنت ساهمت في كشف الفساد نتاع رئيسها يتمنوا اني الحبس في فرنسا ويرتاحوا مني، وثم ناس خاطر بما اني صححت في صاحب الثقه من الغنوشي ماذا بهم كيف، وثم ناس عندهم البتينه نتاع
البترول نتاع فرنسا بالكلام مش بالعمل المنهج الدقيق، فمتقلقين انه الشركه الفرنسويه ايش كاتبيه فساكتين. ففي الاخر تقريبا وحدي. اما ياسين العياري باش نقول لك على حاجه، قل لي. راهي تتجاوز شخصي. بالضبط. راهو نحي ياسين العياري انساه. هذا نايب شعب، راهو نايب تونسي غدوه اسمه زيد الهلالي. بالضبط. زيد بن زيدون. بالضبط. نقاه شاكي به حد. وعلاش؟ هذه مش خاطر قام بحاجه شخصيه، هذا قام بالخدمه نتاعو. يا اخي شنو طالبين معنا غدوه قبل ما نبعث انا سؤال الوزير نبعث في فرنسا اشار عليه قبل، هذا شو يحبوا نبطلوا ما نخدموش؟ معناها النائب كي يخدم خدمته بجديه بعمق ويحاول يقوم باللي هو مكلف به والحفاظ على مصالح الشعب التونسي، يلقى روحه وين؟ الطيار شاكي بيه هنا والبلكاني شاكي بيه غاديك، نجموا يعملوا فرون مع بعضهم راهو ياسر فخفاخ ما شكاش بيك بعد باش يشكي بيه ياسر فخفاخ. كل كلمه قلتها كانت بوثيقه. وثيقه منين؟ مصدرها السجل الوطني للمؤسسات. هل تعتبر انت اسقطت هذه الحكومه واسقطت رئيسها؟ لا اعتقد انه من اسقط هذه الحكومه هو ليس فخفاخ نفسه، الكبر نتاعو، التبريبه نتاعو، قله الادب نتاعو. ثم خاطر لما يوصل رئيس حكومه، شو معناها قله الادب؟ ما تتقالش رئيس حكومه. لا سامحني، لا رئيس حكومه يمشي البرلمان يقول له يبت شويه، هذه قله ادب. ما هكذا يتكلم رؤساء الحكومات، لا مش هكاك، وخاصه انهم جزء بعظمته. فنأكد لك لو كان في 100 يوم جالس فخفاخ المجلس وقال كل الاعتذارات من الشعب التونسي، اي نعم غلطت، كنت لاهي بالكورونا، في هذه اللحظه اعلن ان الصفقه اللي كان عامل مع الشركه نتاعي راني توا قمت بفسخها، وتوا الاسهم نتاعي مشات، وانا على ذمه الشعب التونسي راه يحكم التو. واضح. ابقى معنا ياسين العياري باش نرجع لك باش نسال زوز اسئله مهمين. الحكومه الحاليه والتسريبات، وانت كان استقبلك سيد رئيس الحكومه وحكى معاك المكلف سي هشام مشيشي ومدى صحه هذه التسريبات، شنو رايك في هذه التركيبه؟ هل باش تصوت للحكومه بهالتركيبه هذه ولا لا؟ ثم باش نتحدث على نائب من نواب زميلك يخدم في خدمه هو الاخر في العمق تختلف على خدمتك انت هكما قضيه في الخارج كذلك. باش نتحدث على سيف الدين مخلوف. فرحنا والله يرحم والديه، قال لنا القينا البترول في تونس واعطانا الصوره الرسميه، وانت الملف هذا تدرس فيه وتعرفه جيدا، فاعطينا الاجابه في خصوص هذا الاكتشاف لسيف الدين مخلوف. بترول خاصه انت اشتغلت تشوف في الشركه اللي مازالت كيف تولدت داخله هنا تبربش في تونس وعملت واجبك البرلماني، تلقى قضيه مرفوعه عن ضدك في فرنسا في الطلب، وتنجم اذا كان ما تقفش الدوله التونسيه راهو ينجم تقول لي حاجه خطيره على البلاد، استعمار من نوع اخر واختير هذا الاستعمار، انه ما عادش نجموا نحكيو عليهم ونجبدوهم ونحميو رواحنا. على كل فما حاجه اخرى قاعده تتقال وقالها سيف الدين مخلوف، عندنا بترول واعطانا صوره واضحه المعالم فيها كالزروقيه نتاع البترول موجوده، وانا يا خويا فرحت للبلاد والمستقبل وليداتنا. اعطينا شنو هي الحكايه بالضبط اللي تشتغلوا انتم النواب على البترول؟ اللي يشتغل على البترول ما يسلمش في لجنه الطاقه العبير. اللي يحب يخدم ملفات البترول يخدمها في لجنه الطاقه مش في جوجل مابس. وانك تلقى تاج مكتوب عليه بترول فرنسا، راه مفسر الزميلي انه التاج هذاك ينجم اي شخص يكتب غاديك كفتاجي، يكتب غاديك ملاوي، راه مش معناها انك حديد تاج غاديك مكتوب بترول فرنسا. معناها بترول فرنسا ننصح الزميل انه يترفع عن هذا، مش هكاك اللوج على حقوق الشعب التونسي. لجنه الطاقه موجوده ونجم يحضر العمل نتاعها ونجم يخدم العمل الدقيق نتاع نثبتوا في العقود ونثبتوا في الاستغلال ونثبتوا في الرخص وشكون اخذها شكون، لكن مش بالجوجل مابس. جوجل مابس هي معناها سامحني قبل كان قلت ضيفكم سيف ضيفنا ياسين العياري. ياسين انت باش توضح لنا موجوده الصوره هذيك شنو مدى صحتها؟ انت تشتغل وتتبع في كل صغيره وكبيره. شفتك وتقول لي انا ما نتكلم الا بتبدا عندي وثائق رسميه. بالضبط. ومع حركه امل تبارك الله عليكم قاعدين كل جزئيه تتبعوها. اعطينا الصحيح. والله كما قلت لك الصوره هذيك كي تشوف اي بحيره في الجوجل مابس تلقاها كحله. واحد. اثنين انه مكتوب فيها تاج بترول فرنسا، اعتقد انه امر مضحك، لانه التاج نجم يكتبوا اي واحد، نجم غاديك في بلاصه بترول فرنسا تكتب بترول سنغافوره ولا تكتب ما زمزم، تكتب معناها ماهوش موجود، عندها حتى ادنى معنى. ولا اعتقد انه تلك الصوره تعني اي شيء. انا ماذا بيا كان عندنا بترول في تونس خلينا نعبي الزباده نتاعي كيف الناس الكل وما تحرجنيش اكثر، خاطر ماك تعرف عندهم ذبان قوي برشا الناس هذوكم. وانا نزيدني ذبان الناس هذوما مع ذبان طياره مع ذبان يبعثهم بالكانين. نحب نعطيك معلومه بين ظفرين، كلمتني جهه امنيه في تونس قالت لي راهو
انه البلكاني عرف روحه باش يخسر القضيه. دونك البلكاني نحكي نتاع شركه بتروليه، فكلف 2 اكر الجيريان باش يتلهوا بيك، وخذا وكا جروب دو سيت ولا جروب دو باج يعملوا عليك كومباني دو دينيغرمون، زيد تكمل عليه يا جماعه الكرامه. وخي خلينا نتجاوز الموضوع. فقط المعلومه انه التصويره هذيك لا تعني شيئا، ونغلق الموضوع. والمعلومه اللي عادتها لي انه برشا فما ذبان في اي وكل واحد يسب في الفيسبوك، كل واحد يسب في ذبان الناس الاخرى، لكن كل واحد عنده ذبان. واعمل طلع على البروفيل نتاعي تلقى جماعه التيار وقبلهم كيفاش كانوا جماعه النهضه وقبلهم كيفاش كانوا جماعه الكرامه. ما يخوفوكش يا سيدي اذا كان باش نخافوا. لا جدك ساح جدك ساح، ما عادش قلقني. ريت شكرا اذا كان باش نخافوا معناها ما عادش نجموا نخدموا خدمتنا بطبيعه الحال. لا من الامر ماهوش حكايه خوف، حكايه اوبتيميزاسيون دي ريسورس. اليوم عندي 3 ولا 4 ملفات اخرين نخدم عليهم بعمق، 3 4 ملفات فيهم ما ينفع الناس. فنخير انه جهدي يتعدى في الامور هذه خير من نقعد نرجع على ناس عمرها ما تتاكل فكره. راهي مستحيل يرد كلمه من الكلام اللي نقوله له. يهاجم الشخص بيك عليك باهي داكور، انا موافق بيا عليا وكل ما تريدون. انا عندي توا 4 5 دوسيات، منهم دوسي نتاع مارس الدنماركيه اللي تاخر لانه عندي. شنو الدوسي هذا؟ دوسي كبير فيه تهرب ضريبي، فيه من تهريب من عند شكون الجهه؟ شويه صبر حتى ما لقيتش محامي يخدم معايا الملف حتى نخلصه. اللي ما سدوش يهرب. اخرهم البارح يخوف الدوسي، يخوف انترناسيونال، فيه شركه فرنسويه على شركه يابانيه على تهريب عمله من تونس على تهرب ضريبي من تونس، على رجل اعمال كبير فمزعج، على مسؤول سياسي فيه، في بالطبيعه في مسؤوليه سياسيه كبيره. به الملف الاخر شنو اللي حاضر تشتغل عليه الان؟ عندي ملف على اراضي في بنزرت فيها بعض الشبهات، اراضي دوليه، يعني ملفات تنفع الناس، ملفات جوهر العمل الرقمي. عندي حاجات اخرين زاد، عندي اقتراحات نحب نحل باي بال. هذا قلنا لكم اكسكلوزيفيتي. فريق امل وعمل توا قاعد يخدم على اقتراح قانون، خاطر ماكس معنا الحكومات الكل باش تحل باي بال، والشباب يتعدى شهرين 2 3 4 5 نسوي الموضوع هو عمله توا ولات يخدموا بها في العالم حتى شيء. احنا ما نستنوا حتى حكومه. صحيح بنايب واحد ما نجمش نقدموا قوانين زي 10 نواب، لكن باش نحضروا المقترح ونهزوه حاضر. النواب الاخرين فقط يحطوا عليه اساميهم ان ارادوا ونقدموا في موضوع. عندنا مجله حمايه الحيوانات اللي فيها الحيوانات البريه والبحريه والصيد البري والصيد البحري وثرواتنا والثروات نتاعنا الحيوانيه والبيوديفرسيتي وحيوانات لاباتاج وحيوانات في كيفاش نقول الله المعدل الاستهلاك والمعدل البيع والمعدل الاستيراد. مجله كامله نخدموا فيها. هذه امور باش نقعد انا نحكي متعارك مع ذبان فلان ذبان فلتان مش مشكل. اعتقد ان الفكره وصلت. هذا ليس خوف. اللي يخاف راه ما يتعاركش مع البلكاني، اللي يخاف ما يتعاركش قبلها مع رشيد عمار، اللي يخاف قبلها ما يتعاركش مع كمال الطيب، ما يتعاركش مع ناس هذوما، يخاف منهم. احنا مش هذا، احنا توا عندنا فريق مع محدد من الامكانيات، شويه برك امكانيات عندنا، فنحاولوا اونوبتيميز نخدموا ونركزوا على ما ينفع الناس. نمشيو للحكومه. استقبلك سيد هشام مشيشي، تحدث معك. كيفاش كانت المقابله حسب رايك انت؟ والرجل شو فهمت من كلامه؟ وين ماشي؟ هل باش يواصل مهما كانت التكاليف في هذا التوجه؟ حكومه مستقله تمام الاستقلال على الاحزاب؟ اعتقد لا. هو عمل انفليكسيون في وقت معين وقال اعطوني الصف الثاني او الثالث من بعض الاحزاب. اليوم راه شوف باش عدي لك 109 ثم خريطه في المجلس. خريطه فيها جماعه النهضه بيتنا اللي فيها النهضه والكرامه وقلب تونس والمستقبل ما يجوش 109، وعندك الاخرين اللي هم مفرقين. دوك تخدم مع هذوما يا مع هذوما، خاطر الخلافات بيناتهم اصبحت عميقه جدا ومتجذره، ما نجموش يخدموا بعضهم. شكون باش يعديك المجلس نتاعك؟ نتصور الاقرب ماشي لجماعه النهضه بيتنا هذا اللي يلم المجموعه هذه، لكن هذوما ما عندهمش وزراء. دوك شو يعملوا لك سيدي؟ كل القانون باش يعديه لك يعطيك المجلس نتاعك. كلموه خاطر هما ما يجيبوش، يحاولوا يشوفوا بعض المفاوضات يرضيوا عباد يلموا نواب باش يجيبوا ال 109 نتاعهم. كل قانون باش تحط تعديه لا سمحني يبقى يصعيدي يصوت لك. دونك احنا نصوتوا لك اعطيني هذه بيحدي لي هذه بيحط لي هذه، وسيعيش تحت ابتزاز كامل. باش يمشي الاخرين ما يفرقهم اكثر ما يجمعهم، ما نجموش يتلموا في كتله معناها باش يعطيوه ال 109. فالامر صعب ومعقد. هل سيكون هناك تصويت على الحكومه؟ انا صوت ضد، تكون واضحين. هذه حكومه لا ناقه اللي فيها ياسين العياري يصوت ضد حكومه هشام المشيشي. هذا واضح، هذا قلناه من وكما صوتنا ضد الياسر الفخفاخ وكما صوتنا ضد الحبيب الجملي. الامر ماهوش لا
نهائي بغض النظر. احنا قدمنا برنامج انتخابي للناس. ايش فيه البرنامج هذا؟ ونحن نقدس برنامج انتخابي لانه عقد. احنا صوتوا لنا 45,000 مواطن، ثم كونترا بيننا وبينهم. قلنا لهم اذا عندنا اقل من 10 نواب سنكون في المعارضه. باش تكون في المعارضه قانونا ايش يلزمك تصوت ضد القانون الماليه ضد الحكومه. فذاك علاش احنا رغم انه قدمنا له اسماء واعتقد انه هذا سكوب اخر ممكن اسم او زوز اسامي من اللي قدمتهم امل وعمل ربما سيكون في الحكومه. عجب. ومستقلين هذوما ولا من حركه امل وعمل؟ لا مش من حركه، ما نجمش اخلاقيا اني صوت ضده ونقدم له اسماء من امل وعمل. قدمت مستقلين؟ قدمت ناس من الاداره اللي خدمنا معاهم، خاطر وقتاش تعرف قيمه المسؤول الاداري مش في تعامله مع نائب مع الحزب الحاكم. لما تشوف تعامله مع نائب في المعارضه وجديته في التعامل مع نائب في المعارضه، هذوما الناس هبلناهم دوسيات خدمه ولقينا منهم كان الجديه المهنيه الحرفيه الخدمه المعمقه، فحصلنا القناعه انهم جاهزين الى مستويات او مسؤوليات ما اكبر. باش نمشي معاك لحاجه اخرى، سحب الثقه من رئيس المجلس بين لنا كونه هل نهضه بيتنا اللي سميتها انت التسميه الخاصه بك هذه قويه، منعت رئيس المجلس بعدد الناس اللي كانوا معها، وبالتالي نجم تقف حجر عثره امام مرور حكومه هشام المشيشي. نجم ما تعداش الحكومه، لكنها اقل من 109. ما تنجم تطيح حكومه لكن ما تنجمش تزكي حكومه الا ما يزيدوا معاها بعض العددين، معناها كنحسبوا اقراص وعواد يتحدثوا على عندهم 120 130. هذا اللي سمعته رسميا من قيادي حركه النهضه. المبالغه في السياسه امر عادي ودارج ويصير ديما، لكن كي تاخذ ورقه وستيلو الا اذا عملوا اتفاق مع حسن الناصفي ربما لكن ما عنديش بيه علم، لكن تو النهضه بيتنا عندهم اقل من 109. نواصل معك في خصوص هذه الحكومة، قراءتك لها خاصة في ظل التسريب اللي صار البارح. أعتقد برهان بسيس هو اللي نشره الأولاني حسب المعطيات اللي عندي، ودار برشا تسريب القائمة النهائية لحكومة هشام المشيشي. كيفاش تقرأ التسريب هذا؟ بالون دي سي حاتم، أنا إنسان مسؤول لا أعلق على إشاعات. تعتبره إشاعة؟ بالطبيعة كلام ماهوش بالون دي سي قبل نجم يكون، لكن حتى البالون دي سي اشاعه يعني معطيات لتجربه الراي العام، يشوفوا الاسم هذا عليه مشكله ولا ما عليهش اكثر منه من حاجه اخرى. لكن ما نجمش كما قلت لك نعلق على فلان ولا على فلتان وهو مش وزير اصلا، هو قاعد في داره لم يطلب شيئا. هل فيها نسبه من الصحه القائمه؟ اعتقد دايم. قداش؟ 40-50%. ينجموا يكونوا وزن؟ نجموا. هل لا اكثر، الا اذا صارت تغييرات في الدقيقه الاخرى. لكن كما قلت لك ما نحبش نتفاعل مع اشاعه ناخذوا اشاعه خرج ابراهيم سيس نعمل على طاوله وكراسي ونقعد ونحكي وهي اشاعه. يعني احنا الاجال الدستوريه توفى نهار 25 اوت، يلزم السيد الوزير رئيس الحكومه المكلف يقدم الحكومه نتاعو نهار 25 في منتصف الليل. توفى الاجال الدستوريه، عنده الوقت باش يقدم بالضبط الى حدود منتصف الليل. وكي تجينا العمليات الاخرانيه تقديم الحكومه كلها تمت ليلا، مانيش عارف علاش. يخليوا الاخر وقت باش ينقصوا الليل. هذا الاستراتيجيه نتاع قيس سعيد ديما ياخذ الاجال الى اقصى، يجي في النهار الاخر. معناها لا قدر الله كان تصير حاجه تمنع الاجتماع، اي حاجه حريق لا قدر الله اي كذا، نلقى روحنا في مازق. انا مهندس، ديما المهندس يحاول يشوف البريبوا يخلي ورقه ثانيه ورقه ثالثه انشرت المارش. لكن هذا اختيار الرئيس يتحمل مسؤوليه. هل هي حكومه الرئيس؟ اكيد بالطبيعه. هل الرئيس اعلن الحرب على المنظومه الحزبيه؟ هو اعلنها منذ الانتخابات والناس انتخبته لاجل هذا، نكون واضحين. هل انتهى مجلس نواب الشعب؟ اتمنى ذلك. هذه التشكيله متاع الناس اللي في مجلس نواب الشعب غير قادره انها تخدم المؤسسه. لا المؤسسه حاجه اخرى. المؤسسه الناس اللي فيها اليوم ما يخدموش في خدمه المؤسسه، عدد كبير منهم على الاقل. خدمه نائب الشعب راهي ماشي يقول مع ذاتي وعلى شيء، ماهيش حاط عليه تصوير فلان وحط تصوير فلان، ماهيش طلعان فوق صبابه فوق الاسترات، ماهيش سبان فلان وسبان فلتان. ماهيش اللي مؤسسه مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب هي تشريع، هي رقابه، هي لجان، هي حضور تمثيلي، هي خدمة جدية، هي اقتراحات، هي حل مشاكل الناس. فلما تلقى أنه هذا غير موجود وأصبح الأمر سيرك، أعتقد وحتى سيرك نور تراباب مش نرجع بالتوالي، خاطر الناس ولات عداوات بيناتها مستحيل تخدم مع بعضها. أعتقد أنه هذه التشكيلة يزيح. هل السيد رئيس الجمهورية سيذهب إلى حل مجلس نواب الشعب في صورة عدم مرور حكومة هشام المشيشي، وإلا سيبقي الحال على ما هو عليه؟
هذا يسأل السيد رئيس حسب قراءتك انت او المدام نادية عكاشة. اعتقد انه علاش مدام نادية عكاشة رئيس الديوان نتاعو يعني عندها دور في القرار. شنو انا انشاء ما نغطيوش يعني شمس بالغربال. هي من الناس المقررين في القصر اليوم ولها مسؤولية في كل ما يحدث. البعض الآخر تحدث على زوجة رئيس الجمهورية كانت عندها كلمة مسموعة ونقلتها إلى صفاقس في نطاق بعدها شوية على القرار. صحيح هذا حسب متابعتك؟ ما هبطش للمستوى هذا، اعذرني. ايش معناها نقلوها؟ خاطر الرئيس قلق منها هو اللي نقلها. لا مش الرئيس. نادية عكاشة نقلتها. جبت نادية عكاشة. ما ندخلش هذا. انا عامل مع نادية عكاشة كرئيس الديوان، رئيس لا كعلاقات. هل زوجة الرئيس تلعب في دور؟ لا ادري. لو تعرفني حاتم كان عندي حاجه ما اللي تلعب في دور حسب رايك انت هي نادية عكاشة. لا هي رئيس ديوان. كما كان محسن مرزوق يلعب في دور لما كان المرحوم باجي قيس بشي رئيس. كما كان عماد الدايمي يلعب في دور وقت اللي كان المنصف المرزوقي رئيس. رئيس الديوان له دور. هل الدور هذا موجه الى ما ينفع الناس او عندها حساباتها؟ هنا نطرح السؤال. انا كي نشوف الموقف المهين للدوله التونسيه اللي يحبوا يحطوها كبران على حدود ايطاليا باش تعسلهم على حدودهم مقابل بعض الفتات، اعتقد انه هذا الدور اللي تلعب فيه الرئاسه 10 مليون يعني. على كلام فارغ. ما يجيبوش ابارتمون، ما يجيبوش كرهبه ما يجيبوش لامبورغيني. لامبورغيني يجيبوا، ما يجيبوش ابارتمون في روما. شنو 10 مليون يا سيدي؟ 10 مليون يكفيوا باش نحلوا الحدود. 10 مليون هذوكم اعطيوهم الحرس الحدود نتاعكم، حسوا بالحرس الحدود نتاعكم ويعس عليكم وكفى الله المؤمنين شر القتال. شنو 10 مليون 10 مليون اورو؟ هذا كلام فلوس. 10 مليون اورو بين دول كلام فارغ. كلام فارغ. المحتاجين ان ناخذوا من عندهم 500 مليون اورو على الاقل كل عام، نطوروا به نبنيوا به بلادنا، نحسنوا به الصناعه نتاعنا والفلاحه نتاعنا. ثم عادش يجيهم مهاجرين، خاطر الهجره السريه مشكلتهم هما مش مشكلتنا احنا. باش تسافر لفرنسا في الايامات القريبه القادمه ولا؟ ما عنديش علاش. اسبوع انا سافر لفرنسا كي بدا عندي اسبوع جهات. والمجلس في الاسبوع الجهات المره الجايه تسافر جدا. اذا ما فماش كوفيد اكيد جدا ما فلت حتى اسبوع جهات. ما تخافش انه يطلبك القضاء الفرنسي؟ المجرم يخاف، المذنب يخاف يهرب. يعني سامحني انا ما هربتش من قضاء عسكري في تونس. ما عمري ما نتحمل من نهرب من مسؤوليتي. العركه هذيك نتاع البلكاني ساخوضها حتى وحدي، حتى لو كان الدوله ما تساندكش. كان نرهن الدار مخلص المحامين ونفكها انتصارا للبرلمان التونسي، انتصارا للدوله التونسيه. نحب ناخذ جوريسبرودونس من القضاء الفرنسي باش ما عادش يعاودوها لحتى نائب اخر. رد بالك في حاجه، انتصارا للشعب التونسي. للشعب التونسي اكيد جدا. نائب شعب راك يا صاحبي. أي. أحب من أحب وكره من كره بقطع النظر نوافقك ولا نتفل معاك يا سيدي. هذا ما حبوش يفهموه. بقطع النظر على مبادئك على درجة في كل شيء. أنت نائب شعب منتخب. اليوم نحارب في شركة بترولية عندها إمكانيات رهيبة مالية انكومبارابل موالي عنا، ونحارب في عائلة سياسية فرنسوية متنفذة وقديمة غاديك. أكثر من تليفون من وزارة الخارجية وزارة العدل ولقاء بروتوكولي مع رئيس مجلس النواب. انتهى الموضوع. وكما قلت لك اليوم مثلا محامي ما نجمش نستناها من الابد لان خاطر ثم اجال قضائيه. المحامي كما قلت لك مخلصينه قدماء مع البرقيب النموذجي بتونس. وهذا الليسي نتاعي اللي قراوا معايا اللي هما يعيشوا برا بعثوا لي محامي باش يشوف الموضوع هذايا. وكما قلت لك اريد ان انتصر ونفك الحكايه هذه، لانه كان سمحنا بهذا غدوه كل بتصير سابقه واللي كل نائب تونسي يلزم قبل ما يبعث خدمته، قبل ما يخدم اي خدمه يشاور سفير فرنسا قبل. وهنا نسكروا البرلمان ونشمعوه ونزرعوه كما قال السيد دلاع وبطيخ نخضروه والسلام عليكم وانتهى الموضوع. فالحركه مصيريه ومهمه وتتجاوز شخصي وقتل شخصي. نقولها لك ونعاودها لك. لكن ثم ناس كيفون لا بتيت بوليتيك ما يفرقوش بين الحاجات هذه اللي في الداخل نتعاركوا سيدي مهما كان. ما عنديش مشكل نتعاركوا للصباح، لكن هذه تتجاوز الامر هذه عندك مؤسسه سياده الشعب التونسي. قاضي فرنساوي شاف روحه كومبيتون في انه يحاكم اعمال سياديه لنائب تونسي. ان شاء الله لاباس. هذا ما نطلبوه. نبقى في المتابعه معك كل مسانده لنائب الشعب التونسي وللشعب التونسي. مثل الشعب التونسي حبينا ولا كرهنا هذا نختلفوا ونتفقوا معه، مش هذه القضيه. نائب شعب تونسي. شكرا لحضرتك على الحضور. شرب التوفيق ياسين العياري. احنا نقول لكم الى اللقاء. نهايه اسبوع مريحه.